من القاهرة نناقش هذا الموضوع مع الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. دكتور رائد، أهلا بك معنا مجددا على شاشة العربية. دعنا نسأل سؤال مبسط بشكل كبير، يعني هل فشلت مسألة حصر السلاح بيد الدولة في العراق قبل أن تبدأ؟ بداية تحية تليق بمقامك الكريم أستاذ أسامة، السيدات الفضليات، السادة الأفاضل المشاهدين. الحقيقة إن كان يعني في تراجع حقيقة خلال 48 ساعة، الراصد للمواقف في العراق يجد حالة من التراجع في خطاب الدولة، خطاب رئيس الوزراء، وأيضا حتى خطاب السيد رئيس مجلس النواب السيد هيبة الحلبوسي، أنه المشكلة في الآلية، المشكلة في الطريقة، البعض يتحدث عن المشكلة في التوقيت، وهذا يمكن ربطه بشكل أو بآخر بزيارة قليباف إلى العراق. ما فشل فيه قاعاني في الزيارة السابقة، ربما نجح فيه قليباف في إقناع الحكومة العراقية، وعلى قدم المساواة أيضا الفصائل التي أقنعت ربما الحكومة العراقية بأنه آلية تسليم السلاح بهذه السرعة آلية صعبة وتحتاج إلى وقت. فأنا تقديراتي، وأمتلك بعض المعلومات أيضا من خلال يمكن حل المشهد، أنه عملية تسليم السلاح لن تتم في الأول من أكتوبر، لن تتم، يعني سيكون هناك صعوبات. بالتالي أعتقد طيب، ما هذه الصعوبات لن تتم ربما في أكتوبر أو في أغسطس أو في سبتمبر أو ما إلى ذلك، لكن هل ترى آلية واضحة لحتى بدء عملية حصر السلاح ما بعد أكتوبر، ما بعد نوفمبر، ما بعد 2026 حتى برمته؟ سؤال جيد. هل نرى هناك آلية؟ الآلية الوحيدة في تقديري الشخصي هو أمرين اثنين لا ثالث لهما، هو تراجع الدور الإيراني، وهذا لن يحدث في ظل الأوضاع الحالية أو ظل الموقف في المنطقة، مضيق هرمز، المفاوضات، توقف المفاوضات، الانتخابات الأمريكية الضاغطة على إدارة ترامب، أيضا الانتخابات في إسرائيل أيضا كلها ضاغطة على المشهد بطريقة أو بأخرى. العقوبات الأمريكية الأخيرة اللي حصلت، إذا ما تراجع الدور الإيراني بشكل واضح في العراق يمكن الحديث بعدها عن الآلية. الآلية تعتمد على أن يكون هناك قانون حاكم لهذه الفصائل، وبالتالي تتم عملية تسليم السلاح. عملية تسليم السلاح لن تكون عملية سهلة، هناك أسلحة لا يمتلكها الجيش العراقي، طائرات مسيرة، صواريخ باليستية، قدرات وإمكانيات عسكرية هائلة لهذه الفصائل، ولهذا عملية التسليم لن تكون سهلة. لهذا الآن أصبحت لها تخريجة هو الآلية، وأنا في تقدير الآلية تعتمد على التفاهمات مع إيران أو انكفاء دور إيران في العراق، وفي نفس الوقت أنه تحصل الدولة العراقية أو يحصل متغير مهم، وهو صدور فتوى من المرجعية الدينية بتسليم هذه الفصائل لسلاحها. في تلك الساعة يمكن القول، طبعا هناك أي مرجعية دكتور رائد؟ لا ينتمي إلى أي مرجعية تقصد؟ المرجعيتين، مرجعية العراق ومرجعية إيران، لأنه جزء منهم سيقول صحيح. الكلام ظاهريا جيد، لكن بالغوص في تفاصيل الجمل التي قالها السيد قليباف تبدو متناقضة. يعني يقول بأنه أي توافق تصل إليه الفصائل والمسؤولين العراقيين في إدارة الدستور إيران لا تختلف معه، لكنه يكرر جملة أكثر أهمية، يقول مع الحفاظ على استقلالهم وسيادتهم وإدارتهم. طبعا تعريف إيران لمسألة الاستقلال ومسألة السيادة مختلف كثيرا. كيف تقرأ ما بين السطور في رسائل السيد قليباف؟ شوف، هو قال يعني مع التقدير طبعا الترجمة لا بأس فيها، لكن هو قال، وهذه طبعا من الأشياء اللي يعني أنا أفهم جيدا اللغة الفارسية، لا، هو قال تفاهمات وليس توافق. شوف، مختلف. تفاهمات عن التوافقات مختلفة جدا. التوافقات الجميع العراقيين متوافقين وليسوا متفقين، متوافقين على مسألة تسليم السلاح، أما متفاهمين على آلية تسليم السلاح، هذه هي المشكلة. وهذا هو هذه هي النقطة التي تلعب فيها إيران. ثم مسألة الاستقلالية من وجهة نظر إيران، أنه مسألة استقلالية العراق هو أن لا يكون تابعا للولايات المتحدة الأمريكية، أن تتوقف جهود السيد علي الزيدي في مواجهة الفساد، وأيضا مضية في مسألة تسليم السلاح، أيضا في مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي سببتها الحرب، وسببتها جزء منها سبب
سببها إيران طبعا في غلقها لمضيق هرمز، أفقدت العراق 2.5 مليون برميل. فبالتالي التفاهمات هي المشكلة. الإشكالية في التفاهمات هي تفاهمات المسألة في تقديري أنا الشخصي تحتاج إلى حقيقة بكل أمانة أن يكون هناك قرار واضح أيضا من الحكومة العراقية بأن هذه هي الآلية التي نعتمد عليها، وليس كما يدعي أو كما تطلبه إيران هو خروج القوات الأمريكية من العراق وانتهاء أو انتفاء وجود هذه القوات من العراق. حتى إذا خرجت اليوم ما عادت الجيوش بشكل العام تحتاج إلى يعني نقاط استراتيجية أو قواعد عسكرية. طيران المحمول والقوات المجوقلة أن تتحرك، لكن هذه هي حجة إيران. وإيران اليوم الورقة الأخرى في تعاملاتها مع الجانب الأمريكي هو موضوع الفصائل المسلحة. موضوع الفصائل المسلحة فيما يخص لبنان انتهى تقريبا، شبه انتهى. يعني هناك محاولات صحيح، سمعنا اليوم من السيد نعيم قاسم بعض الكلام على أنه لا يسلم السلاح، لكن في نهاية المطاف هناك اتفاق دولي. مشكلة العراق أنه لا يوجد اتفاق دولي، لا يوجد دعم دولي وتعدد أيضا للفصائل. طيب دكتور رائد في عجالة لو سمحت، لماذا هناك شعور، يعني أنا لمست هذا الشعور موجود بشكل عام من المعلقين العراقيين الذين يعني لديهم توجه ضد مسألة حصر، توجه ضد مسألة وجود فصائل تمتلك سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة، يعني وكأن هناك تشبيه بزيارة السيد قاليباف وكأنها زيارة المندوب السامي الإيراني إلى بغداد. لماذا هناك هذا الشعور؟ لا شوف، هو اولا خلينا نكون يعني منطقيين في التعامل. الدوله في نهايه المطاف ايا كان شكلها، طبعا هي بالمسمى بالعلوم السياسيه لها مسمى اخر، بس لكن خلينا نحتمل ان سؤالك مهم جدا. ايران تعتبر العراق قدس الأقداس بالنسبة لها، الأساس الأول والأخير لها، حتى إذا خسرت الحوثيين، حتى إذا خسرت أو تراجع نفوذها في لبنان وحزبها، وقد تراجع نفوذها في لبنان وحزبها، لكن العراق لا يمكن أبدا. العراق الرئة الاقتصادية والرئة الاجتماعية والسياسية، وهو البريدج الذي يمكن لإيران أن تعبر عليه للتواصل مع الآخرين. وأنتم شفتوا جهود السيد برزاني في مسألة وقف الحرب في الحرب 40 يوم، أيضا جهود العراق بطريقة أو بأخرى مع اللاعب الأمريكي، والعراق يمتلك هذه القدرة اللي يتحدث مع الطرفين. باقي الدول يمكن لا تملك هذه القدرة، لكن إيران لا يمكن أن تتنازل العراق. لهذا وصف السيد قاليباف بأنه المندوب السامي، بلا أدنى شك إيران لديها قوة ضاربة داخل العراق، لديها جهد كبير استثمرت في العراق خلال السنوات. لا أقصد استثمار مالي، بالعكس العراق هو الذي كان رئة اقتصادية استطاعت إيران أن تهرب من خلالها من العقوبات الاقتصادية. لهذا نعتقد بأن إيران ستتشبث بورقة العراق كما هي اليوم متشبثة بطريقة أو بأخرى بمضيق هرمز، ومن بعد يمكن أن يكون في المرحلة الثالثة هو موضوع النووي أو موضوع اليورانيوم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا كنت معنا من القاهرة.